المنافسه بيحصل حاجتين. اول حاجه بيبقى فيه محفزات، يعني عارف انت فلان يلا بينا، طب انا مين هيتحداني؟ انا هجيب التارجت مثلا من يوم 25 او يوم 20، انا هجيب اوفر تارجت 10%، فتلاقي واحد طب انا هو ماشي، فتلاقي الروح حلوه، فانا ابقى طابع فواتير النهارده يلا بص انا جامد انا هوصل. الحياه دي بتعمل روح منافسه، بتعمل ارقام ونجاحات للشركه، بتخلي الناس تبدع في الميتنج مثلا واحنا جوه التيم. انا عايز ابين افكاري وده يبين افكاره وده يبين عيبها. هقول لك برده العيوب، لو في فرد من جوه مش حلو من جوه، عارف انت نفسي مش حلو من جوه، ده يبوظ ده بقى، يبدا يعمل من روح المنافسه الجميله دي يعمل دسائس بقى ومشاكل، فتبدا الناس تكره بعض ويبدا الموضوع يقلب حقد وغل يعني ياخد الشركه ويلبسها في العمود. دي كارثتي. طب لو انا الليدر، اكتر حاجه بركز فيها طبعا روح المنافسه دي بتبقى حلوه جدا بتديني انا كليدر مثلا نتائج، بس انا اكتر حاجه بعملها فكره ان انا اخلي الناس تطلع ابداع. انت ما تقولش، تطرح